بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال. احنا النهارده معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم. قبل ما تشوفوا الفيديو كده، اللي ما اشتركش في القناه يضغط على زر الاشتراك وتضغطوا على الجرس عشان يوصلكم فيديو باي اشعار بننزله. وما تنسوش بقى اللايك لو الفيديو عجبكم. احنا النهارده معانا عندنا عزومه كده حلوه وسريعه، يعني اتعملت في ثواني، ما خدتش اي وقت خالص. وعملنا كمان حاجة حلوة. احنا طبعا عندنا دي وزة كانت متنضفة كده وفي التلاجة، طلعتها واستنيت لما فكت وغسلتها طبعا، وقلت بقى ايه اسلقها. فهديها تشويحة حلوة كده على النار الاول. حطيت حبة زيت في الحلة، وحطيت بقى قرفة وخشب وورق لوري وحبهان ومستكة. طبعا اهم حاجة الحاجات اللي بنخلي يعني بنطعم بها الشوربه عشان الشوربه معانا تبقى طعمها حلو. ورحت جايبه طماطميه متوسطه كده ورحت مقطعاها، وقلت برضو ايه اما اشوحها كده اديها تشويحه كده في الزيت قبل ما انزل بالوزه بتاعتها. بعد بقى ما اديها تشويحه حلوه والمستكه بقى تكون ساحت والحاجات دي كلها ريحتها تطلع، هروح بقى نازله بالوزه بتاعتنا. هنزل كده على الظهر الاول اشدها تشويحه حلوه، وبعدين هروح قلبها على الصدر تاخد برضو تشويحه اهو زي ما انتوا شايفين. الوز يعني اصلا الوز والبط والطيور عموما لما بتاخد تشويحه الطعم الشوربه بيفرق غير اما بتتسلق. يعني اللحمه الحمراء اما بتتسلق بتبقى احسن، خصوصا لو طازه. لكن الطيور لما بنديها تشويحه بتفرق في طعم الشوربه جدا وبتخلي طعمها حلو قوي. والحاجات اللي احنا بنضيفها دي اصلا بتدي نكهة حلوة كده وتطعيمة للشوربة، بتضيف ليها يعني بتخلي لها طعم حلو اكتر لما تبقى الحاجات دي مثلا ايه شلنا منها حاجة. فزي ما انتوا شايفين انا هديها بقى تشويحة وهروح قلبها على الجنب التاني اهو زي ما انتوا شايفين اهي خدت لون اهي من تحت. وهسيبها بكده بقى. بروح ببقى مسخنه ميه ومجهزاها علشان انزل بيها، تبقى بعد ما بتاخد التشويحه دي بروح نازله بالميه اللي هي تبقى شوربه. كل ما تبقى سخنه كل ما تبقى احسن، لان البطه بتبقى اتشمعت طبعا في التشويح. وما ينفعش بقى انزل بميه بارده، هتبقى يعني هتخلي يعني هتبرد البط الوز او البطه او اي حاجه. فلازم الشوربه الميه تبقى سخنه او زي ما انتوا شايفين. وطبعا قطعت بصلايه برضو وحطيتها. عندك جزر، عندك مثلا روزماري، عندك اي حاجه حطيها كل ده بيدي تطعيمه للشوربه وبينكهها. انا هحط كميه الميه المناسبه وهسيبها بقى كده. اول ما تاخد غلوه هروح مهديه عليها. دلوقتي بقى هنعمل صينية بطاطس، يعني صينية بطاطس جميلة جدا وتحفة وسريعة وطعمها حلو وتساعد بس من أول غلوة وتلاقيها عاملة ريحة في البيت قلبة ريحة البيت. بجيب بقى كمية البطاطس اللي أنا هعملها وببدأ أقطعها كده زي ما انتوا شايفين حلقات. كل ما تبقى الحلقات يعني ايه متحملة كل ما تبقى أحسن، يعني ما تبقاش رقيقة، لا تبقى متحملة. وهجيب برضو بصلتين، يعني أنا حطيت 4 بطاطسيات حلوين، وحطيت 3 بصلات. برضو بقطع البصل حلقات زي ما انتوا شايفين. صينية البطاطس دي اللي احنا بنعملها ني في ني. كل ما يعني من غير صلصة ومن غير اي حاجة، والله طعمها وريحتها جربوها بس كده وهتشوفوا وهتعرفوا الفرق. وقطعت كمان جزرايه زي ما انتوا شايفين. الجزرايه برضو بتبقى حلوه، هي جزرايه واحده قطعتها تدي تطعيمه وتدي برضو قيمه غذائيه لصينيه البطاطس. وطماطميه زي ما انتوا شايفين قطعت الطماطم كده بالشرايح برضو صغيره. كله ني في ني طماطميه. وفلفل اخضر طبعا حلو وحراق، يعني واحده حراق كده برضو بتدي ريحه حلوه قوي قوي مع الخضار. وفلفل اهي وفلفلايه برضو حلوه. كل حاجه مقطعاها حلقات زي ما انتوا شايفين، وتقطعوها حلقات يعني تكون متحمله شويه علشان ما تتهريش معانا، واما نيجي بقى نغرفها يبقى كل حاجه طالعه لوحدها تحس بيها والطعم يعني اهو. والفلفلايه الحراقه دي برضو بتدي طعم حلو، بتدي لسعه حلوه كده لصينيه البطاطس. بتضيف ليها برضو، يعني كل الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي قوي لصينيه البطاطس. جربوا بس صينيه البطاطس بالطريقه دي، هتفرق معاكم جامد جامد، وبعد كده هتعتمديها وما تعمليش الا هي. دولت بقى حوالي 4 فصوص توم برضو انا مقشراهم، هبدا اقطعهم برضو زي ما انتوا شايفين. عايزه تهرسيهم في الهون مثلا او في الهراسه براحتك.
بس انا بحب اقطع التوم بالسكينه كده، بحس ان هو يعني ايه بيبقى طعمه احسن كتير من المهروس. دلوقتي بقى هنحط البهارات. هحط بقى معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه كبيره، والملح طبعا هحط الملح، اظبط الملح، واحط معلقه فلفل اسود ومعلقه بهارات مشكله. وهحط حبة زيت زي ما انتوا شايفين، حبة صغيرين كده، حوالي معلقتين زيت. وبعدين هبدأ بقى بعد ما اخلص كل ده هروح بقى عطيها التقليبة الحلوة. بس قبل ما ادي احط التقليبة هكون حاملة طماطميتين بس كده عصير. هروح نازلة بعصير الطماطم. العصير زي ما انتوا شايفين هو تقيل، بس لان هو كان الطماطم دي انا كنت مفرزاها عندي، فطلعتها سبتها تفك كده نص فكه، وما فرمتها تحس ان هي لسه ايه مجمده، لسه فيها التلج، كأن التلج اتجرش. فعادي خالص. انا بديها بقى تقليبه، اهم حاجه ان احنا نقلبها حلو عشان البهارات وكل الطعم بقى وكل الخضار ده يتقلب في بعضه ويبقى واخد كله طعمه حلو. زي ما انتوا شايفين اصلا وانا بقلبها ريحتها حلوه قوي قوي في التقليب، يعني من غير لسه مثلا لا اتحطت على نار ولا استوت ولا اي حاجه، والله ريحتها جميله جدا. فجربوها زي ما قلت لكم بالطريقه، وسهله وسريعه، يعني لو جاي لك ضيوف ولا اي حاجه كله فوق بعضه كده، مش هتاخد يعني تنظيف الخضار بس اللي هياخد منك وقت، لكن ساعه ما تقطعي كله فوق بعضه كده وتروحي مدخلاها عندك الفرن. عايزه تديها غلوه فوق البوتاجاز ماشي، عايزه تحطها بقى في الفرن على طول، تشغلي الفرن والشوايه براحتك. بس لو انت حابه برضو تحطيها تديها غلوه على البوتاجاز او نص سوا وتنزلها الفرن برضو براحتك، بتبقى حلوه في الحالتين. ولو انت هتسويها على النار بس على البوتاجاز بس برضو بتبقى حلوه قوي وبتبقى طعمها حلو. بس الفرن دايما بيضيف طعم للاكل، يعني اي حاجه تتعمل في الفرن بيبقى لها طعم حلو. دلوقتي بقى هنعمل برضو صينية رز معمر كده، تبقى حلوة قوي وتبقى لايقة على الأكلة بتاعتنا مع صينية البطاطس ومع الوزية بتاعتنا. فأنا جبت كمية الرز زي ما انتوا شايفين اللي أنا هطبخها، وحطيتها في صينية، وحطيت عليها برضو كمية يعني أنا مثلا لو هحط لتر لبن، لتر سوائل يعني، فأنا بحط 3/4 لبن والربع مية. لازم نحط مية مع اللبن علشان الحباية الرز تبقى مستوية، لكن لو ما حطيناش بالحباية بتبقى فيها كده ايه عضه كده، ما بتبقاش حلوه، بتبقى كانها مش مستويه. وبعد كده انا حطيته دول نص معلقه فلفل اسود، وهتحط برضو الملح، هتملحي الرز تحطي معلقه الملح اللي هي ايه بتظبط الطعم. انا كده كنت لسه ما حطيتش ميه لان انا كنت بسخنها اهي في الكتل، وبعدين هنزل احط الميه. انا ما عيرتش الميه لان انا عامله كده بالمقدار، انا عارفه الصينيه دي بتاخد قد ايه سوائل، يعني قد ايه لبن وقد ايه ميه، لان انا بعمل فيها على طول، وفي نفس الوقت انا عارفه مقدار الرز اللي احنا بنطبخه، فانا عارفه الكميه. دي بقى معلقه سمنه بلدي هتديها طبعا ريحه حلوه وطعم حلو قوي. وما ننساش طبعا القشطه، بعد ما نقلبها هنروح حاطين بقى القشطه كده على الوش، علشان تاخد يعني تاخد وش حلو. القشطه بتديها طعم وبتاخد وش حلو. اللي انا حطيته دولت معلقتين زيت علشان يدي الرز لمعه كده ويخليه مفلفل معانا ويطلع معانا ما شاء الله. هتشوفوه في الاخر الفيديو الحبايه طالعه عامله ازاي مستوي والمفرفط كده ودي القشطه. هي القشطه عشان سايله شويه، لكن لو هي جامده انا كنت مستعجله فما حطيتهاش في الفريزر. بس اما تحطيها قطعيها كده على وش الصينيه، وانا بديها تقليبه اهون، وهروح مدخلاها اول حاجه هحطها تحت الشوايه الاول عشان تعمل وش، وبعد كده هروح منزلها في الفرن على الصاج. اهم حاجه ان انا اكون مهديه النار خالص علشان ما تتحرقش معايا او الرز ما يستويش، لان ده رز محتاج ياخد وقت علشان يبقى طعمه حلو وعشان يبقى مستوي. انا قلبت الصينيه معايا تقليبه حلوه، وبقى يعني عشان السمنه والقشطه والملح والفلفل الاسود يبقى الصينيه كلها واخده نفس الطعم اهو. هدخلها زي ما قلت لكم، حطها تحت الشوايه الاول وبعد كده على الفرن. شوفي السلويزه بتاعتنا بعد ما طلعت انا محمراها في الفرن. والحلو بتاعنا عامله شعريه الافراح، انا عملتها معاكم كم مره قبل كده فما صورتهاش النهارده. ودي صينيه الرز المعمر بتاعتنا، ودي صينيه البطاطس، يعني طعم وريحه ما شاء الله. دي صينيه الرز المعمر. شوفي الارضيه الصينيه عامله ازاي، يعني لونها ذهبي، الرز مفلفل خالص خالص.